صباح الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة هنحمص الفول السوداني. ده كان معانا من السنة اللي فاتت مخزنينه، شايفين قاعد زي ما هو ازاي. لما تيجي تخزنيه تنشفيه الاول في الشمس، تنشفها كويسة، وبعد كده تعبيهم في شكارة زي كده. ما تعبيهمش في كيس بلاستيك، لا، لازم يكون شكارة مخرمة عشان تديهم هوا، وتخليهم في مكان فيه هوا، في البلكونة، في أوضة عندك تكون هاوية، تخليهم فيه يقعدوا معاكي لآخر السنة، ما يعطنش ولا أي حاجة. يعني بجد بجد هيعجبك خالص. شايفة الفولة بيضة من جوا وزي الفل. شايفة البياض بتاعها بجد بيبقى طعمها فظيع فظيع، يعني من غير تحميص. احنا دلوقتي هنحمصهم، هنوريكم ازاي نحمصهم. هيبقوا حلوين خالص خالص، ويقعدوا معاكي للسنة ما يبوظش معاك، زي ما انا قلت لك على الطريقة تمشي عليه، اللي هي ايه؟ تنشفيهم في الشمس. بعد ما تجيبيهم لازم تنشفيهم في الشمس علشان ما يعملش معاكي لما يبقى اخضر من جوه يبوظ معاكي لو نشفتهوش في الشمس. لازم تنشفيه في الشمس، هتحطيهم على صينيه وعلى حط البلكونه وتسيبيهم لغايه ما ينشفوا. شايفه بياضها؟ شايفه؟ وبعد كده نروح حطهم في الكيس اللي هو الشكارة ده بتاعت الدقيق، ونسيبهم في الهواء لغاية وقت ما نيجي ناخد منهم. يعني انا حطاهم من شهر 2. شوف احنا دلوقتي في كام؟ خلاص شهر 11 احنا. هنحمصهم وحلوين خالص. هنوريكم الطريقة، خليكم معايا. انا جبت صينيتين هنعبي فيهم على كد اللي انا هناكله. كل ما تكوني عايزة تحمصي على كدك، ما تحمصيهوش كله. لو حمصتيه كله هيزوتن معاكي، هيبقى طعمه وحش. لكن لما تحمصي على الكد يبقى طعمه خطير معاكي وكأنك لسه مشترياه. هنعبيهم في الصواني ونوريكم. هنعبي نص الكمية اللي عندي. انا عبيتهم اديني في الصينيتين والباقي قاعد. مش هنعمله لما نجي ناكله ونبقى نعمله، هنروح نحط دول في الفرن ونشوف ليهم طريقة تاني بعد التحميص هنوريها لكم. خليكم معاي عشان تشوفوا الطريقة تحميص الفول بتاع المحمصة ازاي، بنفس الطريقة وبنفس الوضع. احنا حطيناهم في الفرن زي ما انتم شايفين، ومهدين الفرن خالص. فرن انا عندي فرن الخبيز بنعمل فيها كل حاجة. نارها واطية وحلوة. وبعد كده لما نقلب فيهم كل شوية بالمعلقة الكبيرة، نقلبهم لغاية ما يتحمصوا. اول ما يتحمصوا تختبريهم ازاي. تتلفي فولي وتروحي القشرة الحمراء من جوا، مجرد ما تقولي لها كده بايدك تطلع ويبقى لونها اصفر من جوا، تبقى ايه؟ اتحمصت معاكي تحميص حلو. خلينا نشوف مع بعض للنهاية. دلوقتي هنشوف نعمل بعد التحميص على طول من الفرن هنعمل نجيب مج القهوة ده مليان ملح. لازم يكون ملحه كتير يا جماعة عشان يبقى زي بتاع بره بالظبط. معلقة كركم، معلقة الكركم نخلطها معاهم كويس. ونحط مية نص كوباية صغيرة
نقلبهم كويس كويس ونحضرهم اول ما يطلعوا من الفرن نرشها عليهم، يبقى زي بتاع المحمصة اللي احنا بنجيب منها. شايفة كده اهو، نقلب فيهم ونشوف. هنروح نشوفهم في الفرن مهديين النار خالص عليهم علشان يحمصوا يبقوا حلوين وما يبقوش محروقين. ونحط عليهم ده هو وسخن على طول. خليكم معايا. شايفين التحميص واللون ابتدى يصفر كده. كل شوية نقلبهم كده وياخدوا من ربع ساعة لنص ساعة، ولو في فرن البوتاجاز تديهم ساعة الا ربع، لكن انا عاملاهم في الفرن بتاعت الخبيز هياخدوش غير نص ساعة، يعني خلاص على سوا. باقي كام دقيقة كده وهنطفي عنه وهنوريكم الاختبار ازاي. شايفة الفولة اول ما تقولي لها كده ها، شوفها بسرعة تتفتح معاك. شايفة الفولة التاني بس سخنة مش قادرة امسكها، يعني بسرعة كده. انا هطفي الفرن وهنشوف نعمله الخلطة اللي احنا عملناها لهم الجميلة اللي هتخليهم كأنك جايباه من برا. دلوقتي انا هنحط الخلطة اللي انا عملتها وهم سخنين طالعين من الفرن، حطيناهم في حاجة واسعة عشان نعرف نقلبهم زي كده اهو. نجيب ونرشرش كده اهو ونقول كده اهو ونقلبهم لغاية ما كلهم يتغلفوا من نفس الخلطة اللي انا عاملاها. خليكم معايا. شايفين جمال الفول؟ فظيع 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 زي بتاع بره بالظبط. شايفة مغلفناه ازاي؟ شايفة؟ لما تاكلي تجربيه، ولما تجربيه قولي لي، اكتبي لي في الكومنتات. شايفين بعد ما قلبناهم حطيناهم تاني بعد ما حطينا الكركم والملح والخلطة اللي احنا عملناها، حطيناهم في الفرن حوالي 5 دقايق يتنشفوا ويبقوا حلوين خالص خالص زي ما انتوا شايفين كده.